اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض سمك بلطي مقلي بطريقة حلوة قوي، وبتركات كده تخليه مقرمش زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. حلاوة وطعامه مفيش بعد كده. المنظر بيتكلم عن نفسه طبعا، ولسه لما نخش على التفاصيل هتعرفوا قد ايه الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجة. طبعا معانا السمك غسلينه كويس جدا طبعا بليمون. انا السمك ما بستخدمش فيه خل لان الخل هيهريه. هو ليمونة ونص كده، وبنغسله كويس جدا من جوه وشيل الخياشيم وبس، يعني بالليمون اهم حاجة. معانا هنا توم وفلفل شطة. التوابل اللي معانا ملح وكزبرة ناشفة. تمام، ملح وكزبرة ناشفة وكمون وشطة وتوابل سمك وتوم بودر وكمون أساسي طبعا، سمك يعني كمون وبس، وتوابل وذرة فلفل أسمر. السمكية تحاولي تجيبيها ما تجيبهاش كبيرة قوي، حجمها يكون وسط، ولا صغير قوي ولا كبير قوي، لأن لو صغير قوي هتنشف مش هيبقى ليها طعم، ولو كبيرة قوي طعمها الصراحة ما بيبقاش حلو. هنحط معانا هنا الثوم والفلفل في الهون، ونحط عليهم التوابل. الدقة او الخلطة بتاعت السمك الحاجة الوحيدة اللي مبحبش احطها في الكبة، لان حقيقي لكل حاجة ليها طعمها ومذاقها. الهون بيطلع ليها مذاق حلو جدا. سبحان الله، زي كده الملوخية، تحطيها في الخلاط تحطيها في الكبة، هي المخرطة اللي بتخليها حلوة. ففعلا حاجات بتاعت اهالينا دي، يعني بلاش نفتكس بالله عليكم، علشان ادوا العيش لخبازه. يعني هم الصراحة اكلهم وحاجاتهم مفيش بعد كده. فما نفتكس، عشان في ناس بتحط في الكبة ما عنديش مشكلة، بس انا ليا معتقداتي وتركات كده في الاكل، وهي دي اللي بتبقى نافعة، وهي دي اللي فعلا كلامي صح. يعني البصل، انا بصوا موتوني كده بالنسبة كمان للبصل بتاع المحشي، وان انا اعمله في الكبة ابدا، لازم اعمله على ايدي وفعلا بتفرق، تقطيعة البصل بتفرق. هنا طبعا السمكية احنا عملناها شرحناها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، علشان هنتبل كل الاجزاء دي. وطبعا السمكية مش صغيرة فكبيرة، فعايزين كل جزء يبقى واصل ليه الايه، التتبيلة بتاعتنا القمر اللي احنا عملناها دي. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، حاجة يعني سهلة سهولة مفيش بعد كده. طبعا السمك من الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تتبليها وتحطيها في الفريزر لان تملح. طب اشيلها ازاي؟ بصي، لو انا عايزه مثلا يبقى عندي في الفريزر حاجه اشيلها، مفيش. انت هتغسليه كويس جدا وتصفيه، اهم حاجه ان انت تصفيه ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه، وتقدري ساعتها تحطيه في اكياس من غير اي تتبيله وتحطيه في الفريزر. اصبح انت هتطلعيه من الفريزر تديه شطفه بس، وبعد كده تتبلي قبل الاكل مثلا بساعتين، لان السمك من الحاجات اللي بتشرب التتبيله بسهوله جدا. هنا شرحنا السمك زي ما انتم شايفين، ابتدي اصفيه. انا ما بوريش حاجه غير ان انا اصفيه. هو المفروض ان انا احطه في مصفى، بس يعني الوقت كان زنقني فمعرفش، المهم ان انا صفيته كده وخلاص يعني. بس لو عندك مصفى بقى ووقتك حلو وسامح، حطيه في المصفى حتى بعد ما تتبليه. هنجيب بقى الخلطة بتاعتنا، وبايدينا كده نحاول ندعك السمكية كويس جدا جدا من جوه، ونحط برضو تتبيلة من بره. بصوا بقى بالنسبة للقلي بتاع السمك، يعني في كام تركية كده صدقوني لو مشيتوا عليها هتطلعوا سمك حلو قوي قوي واحلى واطعم من اللي هو الجاهز ده. صدقوني الحاجة في البيت ونظافة الزيت بتاع التحمير والحاجات دي لا تقارن بأي مطعم، حتى لو مطعم غالي. والله ما هو هما مش هيحطولك مع كل آلية سمك زيت جديد، يعني مثلا عشان ايه نكون عاقلين الموضوع كده بعقلنا. انا عذرة طبعا، في ناس ستات بتبقى موظفة ما عندهمش وقت، في ناس ممكن يكون تعبانة، صحتهم مش قادرة. انا بقى نفسي بكلمكم، ساعات بيجي عليا وقت فعلا والله مش قادر اقف على رجلي، وبعمل اغلب شغل البيت وانا قاعدة على الكرسي. بس بيبقى بالنسبة لي خلاص فكرة ان انا بقى خلاص هريح نفسي وهشتري النهاردة من بره. بس ما تخليهاش دي اوبشن عندك، علشان فعلا الامراض المنتشرة اليومين دول والسرطانات والكلام ده كله بيجي من الزيوت والحاجات اللي هي. انا غيظاني قوي الفلفلايه اللي على ايدي. آه، اكيد هشيلها دلوقتي اكيد، يعني انا فاكره ان انا شلتها في وقت بس انا اتاخرت ولا ايه. المهم عشان مدخلكوش في تفاصيل ملهاش لازمه، آه، نكون حريصين ونخلي بالنا شويه
من ان احنا الاكل نحاول نحافظ على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. انا عارفة احنا تعبنا، يعني تعبنا، وبالذات الناس اللي هي بقى ايه، ما شاء الله يعني عندهم ولاد، فعلا الموضوع متعب ومرهق، اللي هو كل يوم انا هعمل غدا، وكل يوم هعمل فطوري، وكل يوم هعمل عشاء. ده بلس بقى الشتا بقى ومصايبه بقى الجميلة، يا ماما اعمل لنا معرفش ايه، يا ماما سويلنا ايه. وعرفتوا ليه انا بكره الشتا يا ولاد؟ ماله الصيف؟ الصيف جميل، شغالين شرب مية، نشرب، نجيب ايس كريم، نجيب اي حاجة وكده. لكن الشتا بقى مرار طافح، تلاقي الناس عمالة تاكل طول ما هي عايشة بتاكل. يا جماعة في احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل. لا، في الشتاء الناس بتعيش عشان تاكل. المهم هنا تبلنا السمك بتاعنا كله زي ما انتم شايفين، وهنبتدي نحطه في التلاجة اهو. بصوا الجمال والحلاوة، مفيش بعد كده بقى. نحطه في التلاجة ساعة، ساعة ونص، ساعتين بالكتير قوي. وبعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا. طبعا يهيأ لكم ان ده دقيق كده وانا حطاه والسلام، لا والله. اظن بس هي الكاميرا فصلت مني. انا طبعا الدقيق بحط عليه نشا، وبحط عليه توابل، بابريكا وكركم وملح وكمون، وايه تاني، اللهم صل على النبي، بس. وبابريكا وكمون وكركم و... والنشا. طب ليه بنحط النشا مع الدقيق بتاع السمك؟ علشان يدينا قرمشة اللي احنا بنبقى عايزينها في التحمير، فاهمني؟ عايزة قرمشة بقى، دبل ميكس قرمشة. هتجيبي طبق فيه مية، وتحطي بعد ما انت عملتي كده، ها، هو مش فيه مية بس، لأ، مية ودي فاكرين. أنا مش عارفة عملت معاك هنا ولا لا. هبقى برضو هنزله لكم. كنت عامل الجمبري ليه كفر كده بنعمله، بنجيب طبق فيه دقيق وميه ونشا وبنتبله برضو نفس التتبيله اللي انا قلت لكم عليها بتاعت الدقيق دي، بس بنعمله زي خليط الكريب كده، خليط سايب. بتقومي انت حاطه السمك بتاعك في الدقيق، وبعد كده بتعملي ايه؟ ها، بعد كده بتعملي ايه؟ يلا معايا كده. بعد كده بتحطيها في الطبق اللي هو اللي فيه الخليط السائل اللي هو زي الكريب ده. أطعم وألذ وقرمشة وكريسبي سمك أو جمبري أيا يكن تدوقيه. والله بجد أنا طبعا ليه ما عملتش الكلام ده النهاردة؟ زي ما قلت لكم كده في نص الفيديو أو في بداية الفيديو، الوقت ما كانش يسعفني وعندي مليون حاجة ورايا. فالصراحة يعني الوقت كان ضيق، فاكتفيت ان انا اعمل كده. وبرضو معلقة النشا اللي انا حطيتها في الدقيق ادت ان هو يطلع مقرمش. طيب كده بس؟ لا، كمان لما تيجي تطلعي السمك بتاعك ما تطلعوش على ورق ولا مناديل. طب نطلعه على ايه يا استاذة؟ نطلعه على مصفى. مصفى كده، تطلعيه تصفيه من الزيت كويس جدا الاول، وتطلعيه في مصفى. هيفضل مقرمش معاكي ولونه ذهبي وجميل زي ما انت شايفة. طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها، واللون بيتكلم عن نفسه، مقرمش وذهبي وحلو زي الفل. حطينا طبعا الديكوريشن بتاعنا، الخضرة بتاعتنا، طبعا كان نفسي افتح لكم تسمعوا الصوت. مقرمش وجميل حقيقي بجد، وفي نفس الوقت مش ناشف، يعني حاجة. بصوا الكفر بس هو اللي مقرمش علشان الدقيق والنشا والتوابل. هنا كنا عاملين سلطة طماطم، وعاملين الرز، وكان في سلطة طحينة برضو بس نسيت اصورها. ولغاية هنا كان ده غدانا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. السلام عليكم.